ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وبأتم صحة واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. طبعا انا غايبه عنكم بقالي فتره كبيره، بس بصراحه كنت بنضف بقى تنظيفات الشقه بتاعه العيد، انتوا فاهمين، وما قدرتش بصراحه اصور معاكم. بس ان شاء الله هصور معاكم الفرش وهوريكم جوله كمان في الشقه بعد الفرش بقى، والحاجات الجديده والفرش الجديد وكل حاجه باذن الله تبع الفيديوهات الجايه. وان شاء الله هيعجبكم الفيديوهات الجايه جدا. دخلت بقى كده اول حاجه على غرفه النوم، قلت افرشها. بدات كده اول حاجه ان انا علقت الستاره اللي هي الصغيره اللي بتبقى من ورا. وبصراحه هنا كنت محتاره اعلق الستاره الكشمير اللي نازله، يعني الكشمير ولا الرصاصي. بس بعد كده قلت بقى ايه تغيير، هو اصلا بتاعت الاوضه الاساسيه كانت الكشمير. بس انا قلت اغير بقى واعلق الرصاصي دي عشان شكلها هيليق مع السجاده الجديده وكده. معلش سليم بيشخر عشان نايم. طلعت بقى طقم السرير الابيض ده لسه جديد ما فرشتوش يعني، فقلت هفرشه. وطبعا هفرش عليه كوفرته كده هتشوفوا شكلها دلوقتي. بدات كده بقى الم الحاجه اللي على السرير وافرش ال الطقم ده. انا بقى وديت السجاد بتاعي كله المغسله. طبعا اللي متابعني يعني عارف السجاد بتاعي شكله ايه. بصراحه تقيل جدا وبيهدني في الغسيل، ما قدرتش اغسله. انا غسلت يعني مشيت اوضه النوم، مشيت اوضه الاطفال. بس وديت بقى الاربعه الكبار والطرقه للمغسله. وطبعا المغسله بقى دي كويسه قوي بصراحه، جابولي بقى نضيف ومتغلف وكده. فاستحرمت ان انا افتحه بقى وافرشه وارجع اغسله تاني. فقلت بقى اجيب بديل سجاد للشقه كلها. بديل السجاد دي للحافظات بس، اللي هي شبه السجاد كده، هتشوفوها. طبعا جبت للليفينج واحده، وجبت هنا لاوضه النوم واحده، وجبت للصاله ثلاثه. تابعوا بقى الفيديوهات الجايه واوريكم اشكالهم، وهقول لكم كمان اسعارهم وجايباهم منين. بجد حلوين جدا، بجد عمليين وخفاف كده وسهل في الغسيل. هيريحوكوا كتير عن السجاد، تقيل ومقرف بصراحه. ف هوريكم دلوقتي بتاعت الاوضه دي، وهوريكم الباقي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. طلعت بقى الكوفرته السودا دي، شكلها حلو قوي. وبدات كده حطيت بقى حتى على طقم السرير الابيض، لبست كده المخده والترابيع بتاعتها. طبعا هتقولي رايحه جايه من الجنب ده للجنب ده، انا بحبها تبقى بصوا مظبوطه كده بالملي يعني. انا عندي وسواس قوي في الحاجه ان هي لازم تبقى مظبوطه، يعني كل حاجه ما ينفعش حاجه تبقى معوجه، حاجه تبقى طالعه وحاجه تبقى نازله. مش عارفه انتوا زيي كمان ولا ايه. بصوا هبدأ اعدلها، اساوي بقى كده الحرف بتاعها، وبعدين احط المخدة بتاعتها وكده يبقى خلاص. او بصوا بقى السرير كده خلصته. هبدأ بقى كده اللي انا كنت علقت هنا الستارة ولميتها كده من الارض. هبدأ بقى امسح الكومودينوهات واحط عليها المفرش بتاعها، وارجع الاباجورات مكانها. وبعد كده هننتقل للتسريحه عشان التسريحه تاخد مننا وقت كبير. هنضف اول مره كده الفيديو ده انضف معاكم التسريحه كده بالتفصيل، واوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها، وهقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني واللي انتوا تجيبوها والحاجات اللي لا. يا ريت بقى لو انت اول مره تشوفي الفيديو بتاعي واول مره بتشوفيني تحطي لي لايك واشتراك في القناه لو انت مش مشتركه، عشان عايز تكبر بيكي وعشان تتابعي الفيديوهات اللي جايه وتتابعيني جديد. اول حاجه جديد بجديد بنزله. انا مش عارفه اتكلم، مش عارفه في ايه. بس حطي لي بقى لايك حلو وكتاب كومنت حلو زي كل سنه وانتم طيبين، وعايز سعيد عليكم يا رب، وعليا وعلى امه المسلمين جميعا ان شاء الله. بدات بقى كده امسح الشفونيره دي، وهفرش برضو عليها نفس المفرش اللي كنت فرشاه على الكومودينو. هفرشه بقى كده معاكم، وهحط بقى الفوزه كمان مكانها. يبقى كده خلصنا الاوضه كلها، فاضل لنا التسريحه. هنروح بقى نعملها، تاخد مننا وقت شويه. بس عشان اعملها معاكم. انا كنت ممكن اعملها يعني بره الكاميرا، كنت هعملها اسرع، بس انا قلت اعملها معاكم عشان برضو تستفيد. على فكره اللي حاطاه في ايدي ده مش منكير، ها، ده حنه. عشان عارفه بقى اللي احنا في رمضان ممكن حد يقول لي ده منكير وكده، لا دي حنه. انا خلاص بقى خلصت ورحت بقى على التسريحه. بصوا انا كنت جايبه دي كده جديده للفرش، كان عاجباني بقى لها فتره بصراحه. اول ما لقيتها قدامي كده جبتها، بس كنت كل ما اروح اجيبها الاقي منها الذهبي، فاول ما لقيت منها الفضي فجبتها على طول. قلت احط فيها الفرش يعني يبقى شكلها حلو. جبت بقى الباسكت اللي كنت حاطه فيه الفرش، وبدات بقى اطلع الفرش الحلوه يعني اللي انا بستخدمها وهحطها. هم عايزين يتغسلوا بس قلت احطهم دلوقتي لحد ما اغسلهم يعني. إيه حطيت بقى، طلعت الفرش بقى كلها وبدات احطها كده. والحاجات اللي مش حلوه يعني هرميها، والحاجات اللي مش حلوه فيه هحطها كده في الدرج. اه كده خلصته. هفضي بقى الباسكت ده كده، كان في حاجات عايزه تترمى وكان في حاجات هتحط كده، كحل وايلاينر وحاجات كده حطها مع بعض، وهحطهم كده في الدرج. عشان كده اكون خلصت بقى من
من الفرش، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هنضف بقى كده المطرح اللي انا عملته ده، وبعدين طبعا انا بسجل لكم الفيديو ده صوت، وانا كنت خلصت الشقه كلها فرش. انا مخلصه يعتبر يوم الاحد بالليل، قبل وقفه بيوم، يوم الاثنين بالليل قبل وقفه بيوم بالليل. انا بسجل لكم الفيديو ده كنت خلصت الشقه كلها، بس هنزل لكم، هحاول انزل لكم على فيديوهين 3 بالكتير يعني، مش هطول عليكم فيديوهات كتير، وممكن انزلها لكم ورا بعض كمان عشان تشوفوهم يعني وتقولوا ايه رايكم بقى فيها. بجد الشقه تعبتني جدا وهدت حيلي، بجد كتر خيركم كلكم. الفرش بيتعب والتنفيض كمان بيتعب، عشان كده انا معرفتش اصور معاكم التنفيض بالتفصيل يعني، عشان كنت عايزه انجز نفسي. وكمان كان جوزي جاي من السفر قبل الوقفه بيوم، فكنت عايزه اخلص قبل ما هو يجي. بصوا ده الوكس بتاع الحواجب بتاع شجلام، وكمان المرطب بتاع الشفايف بتاع شجلام، وده مزيل الميك اب برضه بتاع شجلام، حلوين جدا، وبتاع ام ان حلو. وده السكينول. بقول لكم الحاجات بتاعت شجلام دي حلوه جدا، اللي هو بتاع الميك اب ريموفر والوكس بتاع الحواجب والليب بالم بتاعهم حلوين قوي قوي. لو جم قدامكم جيبوهم، وسعرهم ما كانش غالي. بدات بقى طلعت الاضراب كده، كان في الدرج الاولاني ده كانت مكبوب فيه البودر، فطلعت كده المفرش بتاعها كده اغسله. وكمان هنضف الدرج كده، وهبدا ارجعهم تاني مكانهم اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هبدا ارصهم تاني من فوق. على فكره منظم الميك اب ده المفروض الجنب اللي هو الحته اللي جنبها دي اللي فيها الارواج والحاجات دي اللي فيها مرايه تتحط فوقيها، بس انا يعني عشان استغل المساحه اللي من فوق واحط فيها حاجات تانية، فشلتها دي كده على جنب، وبستخدم الجنب ده لوحده واحط فوقيه الحاجات دي اهو، زي هرصها كده معاكم. والجنب التاني نزلته كده لوحده، بحط برضو فيه حاجات تانية يعني، عشان مش عايزه تبقى السراحه زحمه. انا عايزه اقول لكم ان اكثر بقول لكم اكثر المكياج بتاعي كله في الادراج، بس انا ايه حطيت شويه حاجات بس كده من فوق، والباليتات الاي شادو والكحل وبقيه الارواج وكل حاجه حطها في والباودر وكده حطاهم في الدرج يعني. انا كده كده بحط حاجات على التسريحه عادي بعيد عن العيال ما بيخشوا الاوضه هنا غير على النوم بس. وده البلاشر الكريمي برضو بتاع شجلام حلوه جدا. وده الفاونديشن بتاع ساندرا حلو قوي برضو. كده كنت خلاص خلصت بقى دي، وجبت بقى البرفانات كده على جنب، ومسحت الجنب اللي هناك، قلت بقى تغيير يعني عن منظم الميك اب الجنب اللي هناك. وهحط الفرش هنا، بس برضه هشيل الفرش دي من هنا احطها برضه من على الحرف. ده بقى انا كنت لسه عامله من كام يوم يعني، كنت عامله كافيار في شعري، فسالت على احسن نوع سيرم ممكن اجيبه. السيرم اللي انا وريته لكم ده اعملوا له سكرين، بجد حلو بيخلي الشعر بيلمع. وهو اصلا معالج مش سيرم عادي، هو سيرم طبي معالج، بيعالج الشعر من التقصف والهيشان، وبيطول الشعر وبيمنع ان هو يقع. فبجد حلو جدا، خدوه سكرين وجابوه، هو كان سعره 200 جنيه بس بجد حلو جدا. لو انت عامله بروتين بقى كافيار اي ماده فرد يعني، فهينفع معاكي قوي. رصيت بقى كده الحاجات الماسكارات والارواج والحاجات دي هنا، وهبدا بقى امسح باقي التسريحه، وبعد كده هبدا افرش المفرش بقى عشان ايه ارص بقى التسريحه الرصه النهائيه يعني. بصوا مسحتها كده بقت بتلمع اهي. وسليم هنا كان بيناولني المفرش، ابدا بقى بصوا كده افرشه، يعني هحاول اطلع الحاجه فوقيه عشان اعرف بس اظبطه. وهرص بقى كل حاجه مكانها، وقولوا لي بقى رايكم في التسريحه بتاعتي، وايه رايكم في الحاجات اللي وريتها لكم. كده يبقى فاضل لي الارض، يعني هكنس الارض وامسحها، وبعد كده افرش بقى السجاده، والحمد لله كنت خلصت من اوضه النوم. فالواحد لما بيخلص من اوضه كده بيحس ان هو ارتاح شويه يعني. كنت بعمل اوضه اوضه واقفلها، كنت بحس ان ارتحت. انا طبعا كنت منفضه، انا كنت بفرش بس اليوم ده بس، بدات بقى فرش من الساعه مثلا 10 الصبح ولا 11، ما خلاص الساعه 1 بالليل، انتوا متخيلين؟ خلصت بقى الشقه كلها، الثلاث اوض والريسبشن والمطبخ والحمام. فكنت خلاص بقى خلصت، كنت مت بصراحه، بس انجزت يعني كله في يوم واحد. بدأت بقى كده اكنس الارض اهو، الم بقى كده التراب كله مطرح ما كنت بفرش وكده. طبعا الدواليب انا مروقاها وعامله كل حاجه الحمد لله. ابدا بقى كده ارجع كده اشيل كده التراب كده واطلعه بره الاوضه، وهجيب الجردل بقى الشرشوبه بتاعي وابدا امسح الارض واسيبها تنشف شويه، وهفرش بقى السجاد، وهوريكم بقى كده جوله في الاوضه كلها سريعا بعد ما اخلص. حاولي بقى وانت بتمسحي الارض كده وانت بتفرشي تمسحي المسحه الاخيره كده، حطي بقى معطر جو. يعني انا بجيب معطر الجو سايب، ما بجيبش ازايز يعني. انتوا هتشوفوه دلوقتي البخاخه اللي معايا اللي هو المفروض بتاع فريده، لا انا بجيبه سايب وبحطه في البخاخه دي.
وبحط بقى شويه كده منه في الميه، بيخلي الشقه كلها ريحتها حلوه، بتفضل ثابته معايا فتره طويله. بصوا بقى، دي حافظه السجاد الحافظه او بديل السجاد اللي بقول لكم عليه. الظهر بتاعه دوتس، يعني بيثبت في الارض ما بيتزحلقش. خامتها حلوه جدا، تحسوا الوش بتاعه قطيفه كده. طبعا اللي عارفني ومتابعني، انا كنت هنا حاطه في الاوضه دي، عشان انا اول ما اتجوزت ما كنتش حاطاها بالنظام ده، كنت حاطه السرير في النص، فكانت اخده حواليها 3 مشايات. فلما جيت نقلت السرير بالطريقه دي، قلت اوسع اوضه النوم، بقيت الجنب اللي انا فرشه فيه الحفظ ده كان اخد مشايتين جنب بعض لازقين في بعض، فبصراحه كان شكلهم مضايقني قوي. غسلتهم بقى وشلتهم، وجبت الحفظه دي او بديل السجاد دي، بجد حلوه جدا، وقولوا رايكم فيها. بس كده خلاص، الفيديو بتاعي خلص، وبدات كده اعطر الاوضه وهقفلها. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، استنوا بقى الفيديوهات الجايه، هتشوفوا بقيه الشقه، وهتشوفوا الريسبشن بقى والمفاجآت والحاجات اللي انا جايباها جديده. تابعوا الفيديوهات الجايه على خير، واعملوا بقى اشتراك ولايك للفيديو اذا عجبك، واكتبي لي كومنتات حلوه تحت كتير، واستناكم فيديو جاي على خير. مع السلامه حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته، باي باي.